أحد من سكان حي سيدي الهواري العتيق بهذه الولاية بأن الأمطار التي تساقطت في الساعات القليلة الماضية قد تحرمهم من الكهرباء. السكان عبروا عن غضبهم واستيائهم جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل. ياسين حسين والتفاصيل. ليلة سوداء عاشها السكان حي بن عمار بودخيل التابع للقطاع الحضري لسيدي الهواري بوهران. كميات معتبرة من الأمطار أدت إلى انقطاعات كهربائية عمت جميع أرجاء الحي، فلا الأطفال سلموا ولا كبار السن. احنا راه عندنا بروبليم في الضوء، اشاك فوا تصب انه كاع الضوء ينقطع، يقعد يطول باش يجوا يخدموه كاع. انا هنايا في شارع بن عمار بودخيل، القطاع الحضري تاع سيدي الهواري. البروبليم هذا تاع الضوء هذا عندنا انقطاعات متكرره، مش عام خطره، انقطاعات وكل شيء. غدوه عندي فرض وانا ما عنديش الضوء باش ريفيزي، ايوا مانيش قادر نقرا كاع، ونقرا غير بالشماعه. الكهرباء انقطعت للاسف. تشوف الاحوال الجويه كي دايره، الناس حق التدفئات حق الكهرباء للاسف الشديد. تشوف كارثه واقعه هنا وصاير. أصحاب هذا الحي وجهوا نداء لمؤسسة سونالغاز بوهران للتدخل السريع وإنقاذ هذا الحي من الظلام الذي خيم بالمنازل وحتى المحلات. نطلبوا يرجعونا دورنا في الريسك وحوانيتنا مقاعدين وانا في الظلمه. غدوه غادي تصرا حاجه ولا اليوم في الليل ما غادي نقعدوا بلا ضو. سونالغاز ركبوا عطاوها، سونالغاز ركبوا وراحوا. سويعات من الأمطار أدت إلى اختلالات في التيار الكهربائي، فهذا مثال لحي واحد، فماذا عن باقي أحياء الولاية؟